بالنسبة للأخ جمال فبكل صراحة هو مدرب كفء، مدرب يشرف الإطار الوطني لا من الناحية الكروية ولا من الناحية الأخلاقية. الأردن يعني كنظن بأنهم محظوظين أن جاو عندهم جوج ديال المدربين عظماء، لا السي حسين عموتة ولا السي جمال السلامي، كيفاش نقول العلاقة ديالي معاه علاقة أكثر من طيبة، أكثر من رائعة. فاش كنا كنخدموا في البطولة الوطنية المغربية ومقابلات بيناتنا دائما كتكون عندها واحد الندية وواحد الصفة خاصة. فأكيد أن الحمد لله ملي وصلوا دابا كرة القدم الوطنية أو الأوطان الوطني فهو تشريف لينا كاملين. نتمنى من الله باش أن الأمور تبقى غادية في هذا الاتجاه هذا ويجيو مدربين آخرين إن شاء الله لحمل المشعل إن شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لأن المنتخب الأردني محتاج أكثر فما نتفقش معك. حنا عندنا لاعبين محتاجين أكثر لهذه اللقب، عندنا لاعبين والأسباب مختلفة وكثيرة ما يمكنليش نذكرها لك، لأننا كناخذوها كذلك كمعيار من أجل تحميس اللاعبين ديالنا أكثر وأكثر pour une motivation de plus. كنا على يقين بأن الرغبة اللي كاينة في داخل المجموعة أكثر من الرغبة اللي كاينة عند المنتخب الأردني، رغم أنني كنتفاهم كذلك الرغبة اللي كاينة عند المنتخب الأردني بسبب عوامل كثيرة. لكن كاين حاجة أخرى، كاين أن حقيقة أن المنتخب الأردني عنده ديزافونتاج علينا، عنده ديزافونتاج علينا بمعنى أن المنتخب الأردني سنوات هو كيخدم مع بعضه. المنتخب الأردني لعب مقابلات كثيرة إقصائيات ديال كأس العالم، لعب عنده إمكانية باش أن الأوتوماتيزمات ديالو مفهومة، عنده لاعبين مع بعضهم سنوات هما لاعبين. فأكيد أن من هذه الناحية المنتخب الأردني عنده أفونتاج علينا، كذلك عنده مدرب اللي كيعرف الكرة المغربية، عقلية اللاعب المغربي، هذا كله ديزافونتاج اللي يمكن نتفق معك ممكن تكون على المنتخب الأردني، لكن أبدا أن غادي يكون أكثر